السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، وحشتوني جدا. يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة شعبان، انا النهاردة جاية عاملة بقى معاكم كرواسون. الاولاد وكده بينزلوا يشتروا مولتو وكده. الحاجة كلها غليت، يعني بقى ب10 جنيه دلوقتي. فانا حبيت بقى ان انا اعمل لهم الحاجات دي في البيت، اللي انا اعرف اعمله واغنيهم ايه عن الحاجات اللي هم بيشتروها من الشارع. ومفيد وكويس جدا طبعا. انا اقول لكم المقادير وبعد كده المكونات بتاعته، ونرجع ايه ارغي طبعا. معايا بضايه ومعايا معلقه سكر، هما المفترض معلقتين. وهنا خميره، ومعايا دقيق. بس احنا السكر هنحط معلقه منه على الخميره. اهو انا حطيت هنا على الخميره، حطيت نص كوبايه ميه دافيه، دافيه خالص. عشان ايه؟ ما تبوظش معانا العجينه، ما تبوظش معانا الخميره. واحط مع معلقه السكر اهو. وبعد كده ايه؟ هسيبها علشان خاطر هي تخمر. كده احنا بنعمل اختبار للخميرة، بدل ما احنا بنحط ايه على الدقيقة على طول. هنا ايه؟ انا عملت الاختبار طبعا، غطيتها فارت اهي وعليت. كده الخميرة تمام معانا شغالة. فانا ايه؟ هركنها كده واحط لها ايه. انتوا طبعا شايفينها اهي. جبت معايا البولة بتاعت العجان، بس أنا طبعا مش هعمل بيه، انا هعملها بايدي. اكترية حاجتي بحب اعملها بايدي والله. هنا يا جماعة هنحط 3 كوبايات دقيق. مش مكمل نص كيلو، لان النص كيلو 4 كوبايات دقيق. وهنا معلقة السكر التانية هحطها على الدقيق. احنا كده حطينا معلقة مع الخميرة، وحطينا معلقة على الدقيق. وهنا معايا بضاية. البضاية طبعا مش هحطها على طول ايه على الدقيق. انا اخدها بره في طبق كده، عشان لو هي بايظة او فيها اي حاجة ما كنتش احطها على طول وتبوظ ايه معايا الدقيق والمكونات بتاعتي اللي انا حطيتها. وهنا احط كيس فانيليا عشان الزفارة. في ناس بتحط خل، بس انا الصراحة مش حاباه، مش يعني ما جربتهوش. بس يا كوكي. وهنا حطيت نص معلقة ملح او يعني حبة ملح كده صغيرين، وحطيت عليهم الخميرة. بص الخميرة بتفور ازاي. انا بقول لكم انا غاسله ايدي، وجايبه جنبي كوبايه ميه دافيه برضو خالص. عشان ما ينفعش في الشتاء عامه، يعني ان احنا نعجن بميه ساقعه. عشان هي الميه الدافيه بتساعد ان هي تختمر على طول. ياه، خبازه والنبي. بس العجينه كانت جميله والله، وريحتها تحفه وحياه ربنا. والله ما شكرانيه فيا، يعني انا اللي مخترعاه. يعني بس انا حبيت ان انا اجربه معاكم واشوف هو فعلا كويس وناجح ولا افتكاسة وكده. هنا العجينة خلاص خلصت معايا. بقول لكم بصوا، ما بتلزقش ولا اي حاجة. حتى بص همسكها في ايديا، بتبصم كده. جميلة وطرية جدا. جميلة. بقول لكم هنا العجين اللي في ايدي ده من الاول، لكن بص هي جميلة جدا. هنا هسيبها في البولة، وانا هغطيها عشان خاطر ان هي ترتاح يعني. على فكرة القماشة دي جديدة، مش مستخدمة ولا أي حاجة. أنا كل ما أجعجن أغطي بيها. عجباني يعني. كانت باقية من ملاية أنا كنت عاملاها يعني. فهنا خلاص غطيتها، أسيبها إن هي ترتاح، وبعد كده هرجع أشتغل فيها. هنا اهو جيت. طبعا هي هنا أنا سبتها ترتاح ورجعت تاني. بص هي عليت كده شوية اهي. هنعجنها بس نطلع منها الهوا، عشان ما تنفعش تشتغلي فيها وهي فيها هوا وكده. متنسوش يا جماعة اللايك والسبسكرايب، وتفعلوا زرار الجرس، واختاروا الكل عشان يوصلكوا كل جديد. يا رب ان شاء الله الفيديوهات تكون عجبتكم باذن الله. هنا هنحط حبة دقيق كده على المفرش، وهعمله زي رول كده. يعني انا خدته في ايدي ضمته، وبعد كده عملته زي رول كده. وبعد كده هنبتدي ان احنا نقطع الرول ده. وشكرا جدا على الكومنتات الجميلة اللي انتوا بتكتبوها لي، على الناس اللي هي اشتركت معايا جديد. يا رب ان شاء الله فعلا قناتي تكون عاجباكم باذن الله، وتشجعوني واكون عند حسن ظنكم. وان شاء الله انتظروني في سكتشات باذن الله. بس اشد حيلي كده شويه ان شاء الله. هنا بص قطعتهم كده. بس يفضل بقى بعد ما انتوا تقطعوهم كوروهم، يعني اعملوهم كور. عشان انا نسيت الخطوه دي ان انا اعملها كور وكده.
فبص القرص طالع معايا ايه، آه مش مدور قوي يعني، اخدت صعوبة على ما خليته ايه يتدور. جبت هنا طبق دهنته كده سمنة، انا ايه شغالة بالسمنة، انت ممكن تشتغلي بالزبدة، بس انا ما عنديش زبدة، انا عندي سمنة بلدي، انا اشتغلت بالسمنة البلدي. هنا حطيت اهو بص ما بين كل طبقة وطبقة عجينة، عشان احنا هنحط العجينة على بعضه، ما بين كل طبقة وطبقة هنمسح كده ايه بالفرشة بتاعت السمنة، يعني هنمسح بالسمنة كده. هنا اهو انا الحمد لله ربنا الهمني كده، افتكرت فكورتهم اهم بقيت العجين كورته، وهو الحمد لله انا في اخر واحدة. بص يا جماعة، ما بين كل طبقة وطبقة بحط ايه سمنة كده. هقول لكم بقى، هنا هنسيبها نص ساعة ترتاح في التلاجة لمدة نص ساعة. هنا انا رجعت لكم تاني اهي، خلاص هي كده ارتاحت، ما شاء الله عليها العجينة قشطة، والله جميلة جدا، وبتاخد وتدي معاك يعني، بتتفرد ما شاء الله وحلوة، انا يعني عجبتني قوي. هنا بعد ما انا فردتهم كلهم على بعض، طبعا خدناهم وفردناهم مرة واحدة. هنا قطعهم مثلثات كده اهو. احنا خدنا يا جماعة العجين كله اللي احنا حطيناه على بعضه، اخدته كده كله على بعضه وحطيته وفردته كله على بعضه تاني، يعني خليتهم واحدة بس. هنا خلاص انا كده قطعت مثلثات، وهبتدي بقى ان انا اشتغل. انت حابة بقى تشتغلي ايه، نوتيلا، عايزة تشتغلي بالجبنة، عايزة باللي يعجبك. انا بصراحة جبت، ما كانش عندي طبعا نوتيلا، جبت اسمها ايه، شوكولاتة خام، وابتديت ان انا اقطع منها واحط كده، وابتدي ان انا الف. شوكولاتة الخام دي يا جماعة يعني انا ابني جابها لي، دي ب10 جنيه، انا ما استخدمتش الا نصها، يعني دي تكفي معاكي كمان مرة كمان، او يعني حسب انت استخدامك. يعني الصراحة انا ما جبتش النص، هتشوفوها كده انا بقطعها، ممكن انتي تبشريها، بس انا عشان القلق اولادي وكده، وانا كنت عايزة ان انا اخلص بسرعة، لان انا تليفوني ما شاء الله اتدب وكده جاب شاشة، فانا كنت ايه عايزة انجز وكده، قلقانة يعني انا ما كملش الفيديو. بصوا يا جماعة والله تحفة، شايفين اللفة، ده انا افتح مصنع، والله العظيم يا جماعة جميل وموفر. يعني انتوا لو حسبتوها كده مع نفسكم، نص كيلو دي انا معرفش السايب بكام، بس على ما اعتقد الله اعلم يعني ان هو ب8 جنيه. لو ب8 جنيه انت مش هتاخدي مش هتاخدي نص كيلو كله، انت هتاخدي بس منه 3 كوبايات مع البضاية مع الخميرة وخلاص. هنا مروان ابني كان مصمم ان اعمله واحدة ايه مربعة، مش هبقى متخلفة بقى والم العجينة واعملها له مدورة وافردها، لا انا بس الصراحة كنت متغاظة منه، لانه مش عارفة ايه الفرق، يعني عايز مربعة ولا، فما علينا يعني. فعملت له واحدة كده وانا متغاظة الصراحة، بص هعمل لكم كده مش عارفة في ايه، فعملتها كده مش عاجباني الصراحة، بس براضيه يعني انا رضيته. هنا كملت زي ما انتوا شايفين كده، والله جميل جدا يا جماعة، بصوا شكل طبعا بتاع الشارع والله بالظبط، بصوا جميل جدا. هنا عمل معايا 16 واحدة، 16 واحدة، وبقى معايا بقية الشوكولاتة وايه وهيعجبكم. المفترض ان انتوا بتمسحوا عليه ببيض، بس انا الصراحة ما بحبش الخطوة دي، لان انا بحسه بيبقى زفر، فانا هكتفي ان انا امسح على وشه بالسمنة. هو والله يا جماعة هو شكله افضل من كده، بس هو باين لكم ان هو محمر قوي، بس هو افضل من كده والله، بس جميل جدا، هو جميل والله وعجب الاولاد جدا. وقعدت اقول لهم ده انا بايع لكم الواحده بجنيه والواحده ب2 جنيه ومش عارف ايه والكلام ده، بدل ما انتوا تشتروه من الشارع. عجبهم حتى مروان يعني، يعني انتظم، يعني اخد منهم الفلوس واجيب تاني واعمل، يعني توفير حلو برضه، بدل ما بيضحكوا عليهم. بصوا الشوكولاته يا جماعه والله ومورق وجميل، انا مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا، عشان انا الشاشه عندي اتشرخت فانا مش شايفه قوي. ف... فانا مش فطبعا افضل، لان طبعا الصغير بيتباع بره ب5 و6 جنيه، والكبيره بيجيبوها ولادي ب10 جنيه، فانا ده طبعا افضل لهم والله، وحاجات نضيفه ومن ايديكي يعني، والحاجه اللي انت بتعمليها بايدك بتبقى جميله جدا وكفايه النظافه. وهنا والله يعني يا ريت تجربوه والله يعجبكم جدا، وكميه محترمه وكويسه. وهسمعكم دلوقتي اراء الاولاد والله،
يعني هم اللي طلبوا مني والله العظيم يا ماما احنا عايزين بالله عليك نقول رأينا، لان فعلا يا ماما جميل جدا. هنا بقول لكم عندي علبة ممكن احط فيها، بس انا اكتفيت، هم كده كده ما شاء الله اكلوه يعني. واشوفكم على خير ومع السلامة. امانة الله، توحشوني. ايه رايكم في المولتو؟ ربنا انت عامله زي الشارع. بالامانه حلوه. انتوا عارفين ان الكذب حرام. متوقعتش النتيجه. مش خساره في بقى ايه اللي انتوا لو عملتوها، انتوا لو عملتوها. كل واحد طب يتكلم مره. الصراحه مش خساره في الاتنين دول اللي ما ادعها لنا دي. يعني انتوا راضيين يا جماعه؟ انت ايه رايك يا محمد؟ واحلى حاجه في حلوه، بس هي زي الشمع، بس انتوا لو عملتوها زي الشمع عملتوها هيعجبكم. يعني قصدي محمد يا جماعه هو عايزها اكبر، هو عايز الكبيره. مروان بامانه الله، لا الصراحه ما توقعتش النتيجه ومش خساره. يعني هو مش خساره الا الجنيه او ال2 جنيه اللي هبيعوا بيها. لا انا يا جماعه قلت لهم ب2 جنيه، بس انا الصراحه هاخد منهم كل ما ياخدوا واحده هاخد منهم جنيه. لا والصراحه مش خساره الجنيه اللي هيتباع في رمضان. بقى المهم ايه رايكم يا جماعه؟ يعني مش خساره ان انا اخد منكم جنيه كل يوم، لا مش كل يوم، كل ما تاخدوا واحده هاخد جنيه. عداني العيب عشان ايه الم واعمل لكم من تاني. ده هدفع لك 10 في الواحده. يا فيس يا ده انت. خلاص يا عجبكم؟ يلا قولوا باي باي للجماعه. مش هتلاقوا اللوتو ده. ماشي.